البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ومرحبا بكم في لاشين يوتيوب ديالي لاول مره كيشوفوني. معكم ايمان، صانعه محتوى يو جي سي مغربيه ساكنه في فرنسا. قناتي هي عباره عن كيفاش تستقري ماديا ونصائح من تجربتي الشخصيه، يعني كاع اللي كتهتم بتطوير الذات ديالها وتحقيق الاحلام ديالها. مبروك عليك، لقيتي القناه ديالي. الهدف ديالي انني نعاونك تستقري ماديا ونعطيك الحلول ونسهل لك الطريق باش انك ان شاء الله توصلي الاحلام ديالك، سواء جسديا ولا فكريا ولا ماديا. هذا اول فيديو ديالي غادي نصوره في 2025، وهذا الفيديو غادي يكون مهم بزاف وغادي يلعب دور كبير. الى تصنتي حتى الاخير انا متاكده انك غادي تستافدي بزاف. كيفاش تقدري تبدلي حياتك في 12 شهر، ومن تجربتي الشخصيه بلا كذوب بلا داكشي. كيف تغير حياتك في اسبوع، داك الكذوب وداكشي ديك الهضره الخاويه ما كايناش. اللي غادي نقول لك دابا هي تجربتي الشخصيه من التجارب الشخصيه اللي درتهم انا، وتصدقوا معايا كشخص اللي بحالي بحالك، ما خليت ما جربت، ما خليت ما قريت، ما خليت ما شفت والو ما خدم معايا. ولكن فاش لقيت الحل قلت خليني نشاركه مع البنات، حيت كما انني شخص عادي كنعاني في الحياه اليوميه، اكيد حتى هما كيعانوا من نفس المشكله، وهذا الشيء اللي استفدت منه انا اكيد غادي يوصلهم ديريكت وغادي يعاونهم حتى هما في حياتهم. هذا الفيديو اكيد دخلتوا ليه لسبب، اما انت ولا انتي مكتئبين ولا مستريسين ومحتاجين بزاف انكم تغيروا حياتكم. غير نقول لكم واحد الحاجه، انه هذا الشيء عادي بزاف. حتى انا بحالكم وباقيه بحالكم كنعاني، ولا اني كنخدم على راسي. ما خليت ما قريت وما شفت دوك الفيديوهات اللي في يوتيوب ولا في انستغرام اللي كيقول لك كيف تغير حياتك في 14 يوم وديك الهضره الخاويه كلها، راه ما كدير والو. وصراحه ما نكذبش عليكم، يعني كيعاونوني 24 ساعه نبدل التفكير ديالي 24 ساعه، وعاوتاني كنفشل وكنعاود وكنقول انا عاوتاني فاشله، ما عارفاش كيفاش نتحكم لا في حياتي لا في المود ديالي لا في الطاقه ديالي لا في والو. ولكن 2023 هي نقطه تحول في حياتي، واللي تبدلت فيها وحسيت انني شخص ماشي فاشله. حسيت انني درت شي حاجه اللي غادي تبدل لي حياتي، وما كنتش كنفكر في التغيير. يعني كنقول ايمان يلا غادي نتبدلوا من دابا شهرين 3 شهور 17 يوم، لا، غير بديت وصرحت وطلقتها في يد الله كما كيقولوا، طلقتها في يد الله. والحمد لله النتائج كانت ما كتصورش، يعني ما كانش كيفاش انا كنتصور راسي انني نتعرف على راسي بحال هكا ونطور في راسي نولي هذاك الشخص. دونك اول حاجه درت هو انني خديت قرار كبير، قرار كنت كنخاف منه، قرار اللي كنت متردده وخايفه وما تيقاش في راسي انني غادي ننجح. انا كشخص عزيز عليا نصور فيديوهات، عزيز عليا نهضر، عزيز عليا السوشيال ميديا بصفه عامه. كنحس براسي عندي الموهبه في هذا المجال، ولكن كنت كنضيع وقتي هنا كنتفرج وهذا ما كندير والو. دونك شنو درت؟ استغليت الموهبه ديالي وتعرفت على المجال يو جي سي اللي البنات كيديروا منه الفلوس بزاف، واللي كتشوفوا امريكانيات اللي كيكونوا في انستغرام كيبوستيو فيديوهات وكيكونوا عايشين الحياه، كتقول لك عشت كيفاش انني كنربح الفلوس وانا في الدار وتوسا. المهم ملي تعرفت على المجال عرفت انه صعيب، عرفت انه كمغربيه في فرنسا صعيب انني ندير بلاصتي، صعيب انني ناخذ كولاب، صعيب انني ندير هادشي كلشي. ولكن صدمت على هاد المخاوف ديالي كلها وبديت وطلقتها في يد الله. علاش خديت هذا القرار بالضبط؟ حيت غادي يبقى معايا ل10 سنوات. ما خديت هذا القرار حتى عرفت انني هذا المجال غادي نعطي فيه، هذا المجال غادي ندير فيه، يقدر يبقى معايا من دابا ل10 سنين، دابا 20 عام. حيت هذا المجال فريمون لاج ماشي مهم فيه، يعني تقدري انك تكوني صانعه المحتوى يو جي سي واخا يكون عندك 60 عام 70 عام. كاينين براندات محتاجين المراوات اللي يديروا لهم فيديوهات يو جي سي لي برودوي ديالهم عندهم 60 عام ولا 70 عام. اوكي، من بعد ما انني بديت تعرفت على ايمان، كانت واحد الخطوه اللي فريمون انني استمتعت بها. علاش؟ حيت هاد الخطوه من اللي خديتها ما ترددتش، صدمت على كاع المخاوف ديالي، وليت كنتعرف على راسي وعلى شنو قادره ندير، وليت كنحس بالامكانيات ديالي في حياتي، في الحياه الواقعيه، ماشي غير احلام وخطط. يعني وليت فريمون كنحس بالامكانيات ديالي في الواقع، يعني اي حاجه درتها في راسي كنخدم عليها وكنشوف النتائج بعيني هكا، وكنتصدم راسي انه انا عندي هاد الامكانيات كلها وكنت مخبياها. كنت الخوف هو اللي كيخليني نتردد وما نديرهاش وما نبينهاش وما نتعرفش على راسي
كشخص. وهذا الشيء اللي بغيت نشارك معكم اليوم وتستفدوا منه من التجربه الشخصيه ديالي، باش حتى نتوما تدخلوا بهذه الرحله اللي تستمتعوا فيها وتلقاو راسكم وتشوفوا الامكانيات ديالكم وتبدلوا حياتكم. ودابا غادي نشارك معكم كاع الخطوات اللي خديت ودرتهم من عام 2023. اكيد غادي نشارك معكم حتى النصائح اللي انا عاونوني بزاف انني نكمل وما نوقفش وما نفشلش. اوكي خلينا نبداو. انا شخصيا ماشي من الناس اللي عز عليهم يكتبوا داك في الكتاب الصغير، يكتبوا يبقى يعاودوا نهارهم وليلهم وشنو دارت وشنو كليت. I'm not that type. والو كيجيني العجز انني نعاود في دماغي عساك انني نكتب في في الكتاب هكا شنو كندير وشنو ندير. ويا سيري شنو درت؟ انني فرصيت راسي نكتب في المذكره، وليني بلاص ما نكتب في المذكره ديالي شنو درت في نهاري. كنكتب الاسئله المهمه اللي كنطرحهم على راسي، الاسئله المهمه اللي شنو ما درتش، شنو علاش خايفه، اشنو هما المخاوف ديالي، اشنو بغيت ندير. فهمتوني؟ فيهم الاسئله اللي كيتعلقوا بيا انا كشخص. هو الاول خصني نجاوبهم على راسي. وركزوا معايا، هاد الاسئله راه مهمين بزاف وكيلعبوا دور كبير لدرجه انكم فاش غادي تكتبوهم غادي تستمتعوا انكم كتجاوبوهم، حيت ملي كتكتبوهم كتجاوبوهم. اوكي مي فريمون كتستمتعوا بدوك ديك الجواب اللي كتكتبوا. هل كتبتوا لي انا المستقبل؟ يعني كنت في 2022 وكتبتوا لراسي الايمان 2023 واحد السؤال طرحته عليها اللي هو اشنا هي الحاجه اللي درتها بدلتك للاحسن في سنه 2023. يعني انا مازال ما عشت 2023، مازال ما سالت 2023 ولاني سولت راسي هذا السؤال، حيت هذا السؤال هو اللي يخليني انا نخدم باش 2023 نكون حقق داكشي اللي سولت راسي عليه. من بعد صافي كنت كنجاوب براسي على اساس انا من المستقبل، وكتبت سميتي ومن بعد الاجابه كتعرفوا على راسكم اشنو بغيتي وكيفاش كتشوفوا الحياه وكيفاش كتشوفوا صحتكم وعلاقتكم. يعني حرفيا كتخيلي راسك بالشخصيه اللي بغيتي نتيا تكونيها، الحوايج اللي بغيتي تبدليهم فيك. هنا كتبقاو تفلسفوا بزاف. تخيلي راسك، كوني واقعيه مع راسك، الاهداف ديالك، العلاقات ديالك وكل شيء شرحيهم بطريقه واقعيه. ما نزيدوش فيه عاوتاني باش 2023 تنولي باتمان، لا، كونوا واقعيين. كتبوا الاهداف ديالكم وما تحشموش وما تقلوش من قيمه داكشي اللي كتكتبوا ولا تقولوا لا هاد حاجه مو مستحيله. والله ثقوا بيا، يعني انا كشخص عادي، راه فريمون راي انا شخص عادي كنعطيك نصيحه من تجربتي الشخصيه، دونك ثقي بيا. وفاش انك كتخيلي كيفاش بغيتي اي احسن حاجه درتيها، كي شنو الحوايج اللي نتيا كتخيلي راسك فيهم مزيانين، كتبيهم بكل ثقه، تخافيش. السؤال الثاني اللي كتبت في المذكره اللي هو اشنا هو احسن نهار كيدوز عندك وكتكوني راضيه على نفسك. ايوا لا مشيت جاوبت على هذا السؤال. حرفيا انني شرحت كنجاوب راسي من المستقبل، نتخيل داكشي كيما بغيت انا، ولاني بطريقه واقعيه على حسب شنو اللي كيدور بيا. هذا ماشي نقول بغيت كنفيق في الصباح كنمشي ندور بورش. دونك فوالا كتكونوا فريمون واقعيين، يعني ملموس داكشي اللي كتخيلوا. كتخيلي ان راسك في حوايج زوينين مي واقعيه، ما تزيدوش فيه. هي كتدوزي للسؤال الثالث، وهذا السؤال الثالث اللي هي الخطوه الثانيه واللي هو اهم حاجه اللي كشفتها انا بدلات فيا واحد الجهه من الشخصيه ديالي واللي عاونتني بزاف. راه يقدر كتشوفوا هاد الامور انها تافهه، مي فريمون راه كتخدم بزاف. راه داكشي اللي محتاج الشخص. راه حنا كشخص خصنا نحرروا المشاعر ديالنا، نكتبوا الخطط ديالنا، خاصنا نفهموا راسنا هو الاول قبل ما اننا ناخذوا الخطوه باش نحققوا الاهداف ديالنا. ايوا الخطوه الثانيه هي اشنا هما الحوايج اللي كنتقبلهم والحوايج اللي كنرفضهم، كنقول لهم لا. فاش كتجاوبوا على هذا السؤال خاصكم تاخذوا القرار من ديك اللحظه سولتوا راسكم الحوايج اللي ما بقاوش كيعجبوكم، اللي كتقولوا لهم باش ديروا الخاطر الفلانه ولا الفلان، خاصها تبدل. عندي الحق انني نقول لا، انا ماشي انانيه، لا حيت ما بغيتش ولا. خاصك فريمون انكم تحاولوا تعلموا انكم تقولوا لا. نجيو الحوايج اللي كتقبلوهم. اكيد الحوايج اللي كتقبليهم راه واضحين. اول حاجه نعتني بالصحه النفسيه ديالي، نتعلم نبغي راسي، ندير سبور ديالي، نقاد البروغرام ديالي، نعيش حياتي بطريقتي، نفيق بالمزاج ديالي، نختار راسي قبل اي واحد. انا عارفه انه هاد الامور صعيبه بزاف، وان صعيب البنت تدخل في داك المحيط انها تكون هي كل شيء، هي تختار راسها، هي دحيت
التربيه اللي تربينا حنايا ما كنفكروش في راسنا، تربينا مع الخواتات، كنفكروا فيهم وفينا، وديما كنفكروا في والدينا الاول عاد حنايا، وهذا الشيء عادي. واللي كيخلي الامور انها صعيب علينا ملي كنكبروا في العمر شويه، وكتحشمي ما فرحاناش بالحاجه مي كتقولي ماشي مشكل نضحي براسي ونخلي هذا الشخص فرحان وانا ماشي مشكل. لا اختي، مشكله. ما خاصش انك ما تختاريش راسك وتختاري سعاده الاخر على حسابك نتيا. اللي بغيت نقول لكم هو انكم ما تنساوش ريوسكم. بلاتي نوريكم انا شنو كتبت في هذا السؤال. قلت اللي كنتقبلو هو انني ندير سبور، نخرج مع صحاباتي واخا ما عنديش، كنحاول انني ندير صحابات. عندي صاحبتي اللي كاينه في المغرب. نعتني بالصحه النفسيه ديالي والجسديه ديالي اللي هو انني ندير سبور، ونختار راسي قبل اي واحد. هادو كلهم كتبتهم. او هادشي ماشي انك تختاري راسك قبل اي واحد. البنات كنعاود نكرر هادشي ماشي انانيه. نسي على ديك التربيه اللي تربيتي عليها وكل شيء، وفتحي لي داك العينين وبغي راسك، حيت فاش كتبغي راسك الحياه كتبغيك وكتاتراكتي كاع داكشي اللي زوين. كيما كتبغي راسك كتجيوك الحوايج الزوينين. اوكي، ومن بعد ما كتساليهم الحوايج اللي كتقبلوها والحوايج اللي كترفضوها، كتمشيو للخطوه الثالثه. اوكي، الخطوه الثالثه من بعد ما انني تحمست بزاف وقدرت كاع الامور الاولانيه، وليت كنتعرف على راسي بشويه وليت بحال قلتي كندير قوانين راسي، انا كنجيغي راسي. اوكي، كشخص اللي عنده عقل. اوكي، بديت كنجيغي راسي، كنتعرف على راسي. من بعد درت ثالث خطوه واللي هي حاجه زوينه استمتعت فيها، انني كتبت اهدافي. ملي كنقول لك اهدافي ماشي شي حاجه كطيح في السما، يعني اهداف واقعيه، وهاد الاهداف ماليه صحيه ونفسيه. وانا كنسجل لكم لا فيديو وصلتني كولاب باش نكري لي فيديوز تيك توك لواحد البرودوي، وما شاء الله بيد كولابس، يعني فلوس كرياسيون ديال لي فيديوهات وريني بالفلوس. واو. دونك فوالا البنات، فريمون هاد لا ميثود كتخدم بزاف، خاصكم تتبعوها وتكونوا جديين، ما تضحكوش، ما تستخفوش من هاد الحوايج اللي صغيره، حيت فريمون تقدروا تبدلوا حياتكم بيديكم. كما قلنا كتبداو تكتبوا الاهداف ديالكم بطريقه زوينه، بطريقه واقعيه. نشارك معكم الاهداف اللي كنت كتبتهم وحققتهم. بيناتهم نبدا المشروع الخاص ديالي يو جي سي. كما كتشوفوا لاباج ديالي راه ما شاء الله بديت في المجال، وليت كنعاون حتى البنات انهم يوليو صانعه محتوى يو جي سي. البنات اللي بغات تولي صانعه محتوى يو جي سي كندير فورماسيون بالحصص، كنعلمك من الصفر، والحمد لله نجحت انني نخلي البنات يدخلوا لهذا المجال ويبداو يشوفوا الارباح فيه وينجحوا فيه الحمد لله. وهادم لي كومونتير من ريفيوز للبنات اللي ما شاء الله علمتهم وفخوره بهم بزاف. اللي بغات انها تولي منهم وتعلم تحط لي كومونتير لتحت، وغادي نصيفط لها انستغرام ديالي وتواصل معايا. راحت لكم جيميل تحت ولا هنايا، كتبوا لي هي ميساج ونسجلكم. دونك نرجعوا كما قلت لكم الهدف ديالي. اول حاجه انني نبدا المشروع ديالي خاص نولي صانعه محتوى يو جي سي. ثاني هدف هو انه الوقت كله يكون ديالي، ما يكون خدامه عند حتى حد، يعني كنشبع نعاس، كنفيق فوقاش ما بغيت، كنقاد اموري كما بغيت. وهذا كان اكبر هدف عندي، وملي قدرت انني نحققه صراحه ما تخيلوش الفرحه ديالي. وبزاف ديال الاهداف الصغيره، مثلا سكين كير، نهتم بالنفسيه ديالي، وليت انني كندير ديزاكتيفيتي بحال بلاتي نوريكم. مثلا بديت كنرسم، كنجبد اش كيقولوا الطفوله ديالي، كتولي داك الطفله اللي لداخل ديالي، وليت انني كنخرج منها الحويجات اللي كتبغي. مثلا وليت كنرسم وكمبتدئه وما عمري ما عرفت انني نقدر نرسم. فوالا وليت كنرسم، شوفوا مصدومين حتى انا مصدومه صراحه. عندي بزاف ديال الواح وما عمري ما شاركتهم معكم في انستغرام، حيت يلا ديال المبتدئين. هي خليت انني الطفل اللي يكون في الداخل ديالي يتعرف على راسو اكثر وتكون مرتاحه، حيت الا مشيتي تصالحتي مع داك الطفل اللي في الداخل ديالك كتولي متصالحه مع نتيا كبيره كشخص كبير. عندي بزاف دابا راجلي ناعس، ما دخلتش انني ناخذ بزاف، عندي بزاف رسمت بزاف. مثلا عزيز عليا انني نخرج نتمشى
كنوض نتمشى واخا انني معكازه وكاين البرد، هنا كاين البرد بزاف، كنوض نتمشى. عزيز عليا نلعب باسكيت حيت كنت كنلعب ديما باسكيت، كنمشي نلعب باسكيت. يعني كاع الحوايج اللي كيطيحوا لي في بالي وبغيت نديرهم كنديرهم. قبل كنت كنعكز، ما عمري فكرت انني نمشي نرسم ولا ندير شي حاجه نفكر راسي ندلع داك البيبي، الطفله ماشي البيبي، الطفله اللي داخل ديالي. وصافي ملي كتبداو كديروا هاد الامور فريمون انكم كتحسوا بواحد الطاقه في شكل، كتحسوا انكم بديتو كتبغيو ريوسكم، كتحسوا انكم عايشين بالتعرب، عايشين. وعارفه ان هاد الامور ماشي سهله، ولكن تلقوها في يد الله. بداو وتلقوها في يد الله. هادشي اللي غنقول لكم. هاد الاهداف كاينين نوعين: اهداف اللي كتاخذ مده كبيره يعني طويله الامد، والاهداف اللي كتقدر تحققيها انت كتخدمي لها وتحققيها دغيا. اوكي، دونك مثلا عندك اهداف طويله الامد، من بيناتهم يوتيوبر. بغيت نكون يوتيوبر، اني بوستي بزاف فيديوهات نعاون الناس، وهذا هدف طويل الامد. علاش؟ حيت كياخذ الوقت باش تكوني يوتيوبر، يكون عندك الناس، كياخذ الوقت وكتاخذ الخدمه. وهذا دونك يوتيوبر حطيتها كنت بحال هكا، وعرفتها انها تاخذ مني بزاف الوقت وصافي. وبديت فعلا انني بديت، واول فيديو بديته حطيته هو فهم يو جي سي باللغه العربيه. دونك واخا ما كنبانش حطيتها ليكرون، بديت كنهضر، مي بديت كنخدم على هذا الهدف طويل الامد بشويه بشويه. واهم حاجه ما تضغطوش على راسكم، ما تقولوش انني بغيت نتغير دابا شهر شهرين. خليوها، خذوا وقتكم بشويه عليكم، اش تابعكم بشويه، كتخدموا على الاهداف ديالكم بشويه بشويه بشويه. واحد النهار راه ما كتعرفيش شحال، حيت كل شخص مختلف على الاخر. كاين اللي كياخذ الوقت انه باش يقاد العادات ديالو، كاين اللي كياخذش الوقت بالزربه كيتعود على الحوايج اللي كيبدل في حياته. كاين انا شخصيا خديت الوقت بزاف. علاش؟ حيت انسان عادي، ما كانش الشخص اللي كيبغي راسو بزاف، ما كانش الشخص اللي كنقول لا، ما كانش الشخص اللي كندير ديزاكتيفيتي اللي ما عمري ما حلمت بيهم، مثلا الرسم، مثلا نخرج نعيش داك الطفله في الداخل ديالي، نتصنت الموسيقى اللي بغيت انا، نشطح. فريمون انني وليت حره، كتعاملي مع راسك انك حره، كديري اللي بغيتي باش انك تستمتعي راسك، باش تستمتعي في الحياه. حيت الا مشيتي ما درتيش هاد الحوايج، الا ما كنتيش كديريهم، راه بشكل كتجيك الحياه كئيبه وصعيبه وفي شكل واخا كتقول لك لا الصلاه والقران، الصلاه والقران هي اللي كتساعدك انك توازني نفسيا. مي الا ما درتيش هاد المجهودات انك تبغي راسك وديري الحوايج اللي كتستمتعي بها في الحياه من غير الصلاه والقران وهاد الامور الدينيه، كتجيني صعيبه. كاين لانه كيصلي وكلشي مكتئب، كاين ولا لا؟ كاين اللي كيقرا القران وكلشي مي كيحس انه ناقصه شي حاجه، ولا الحاجه اللي ناقصه هو انه يعطي فرصه لراسو، يفيق داك الطفل اللي داخل ديالو ويتصالح معاه. ما تضغطوش على راسكم، ما تكونوش قاصحين مع راسكم. خذوا وقتكم في التغيير بشويه بشويه عليكم، طوروا راسكم بشويه، حتى انتم راه انسان عادي تغلطوا، عادي كلشي. اللي عيب هو انكم ما تغيروش، ما تحاولوش انكم تبدلوا في راسكم وزيدوا لقدام وتطوروا في راسكم. هادشي هو اللي عيب. نفرش لكم القضيه باش نوريكم اننا انسان عادي. الاهداف اللي فشلت فيهم هي نقص الوزن ديالي، وهادشي عادي، حيت ماشي بالضروره انني نضغط على راسي بزاف باش انني نكون واو 2023 واو درتو فعلت. ماشي الهدف انني ندير وفعل كل شيء، الهدف هو انني ندير شي حوايج بلا ما نضغط على راسي، بلا ما نقتل راسي، بلا ما نكون مزيفه. خصني نكون واقعيه ونحترم النفسيه ديالي ونحترم الجسم ديالي والجسد ديالي باش نحقق داكشي اللي قادره عليه. فهمتوني؟ يعني اللي كيتفرج فيا ماشي بالضروره انك تقصح على راسك باش تحقق الاهداف 100%. تحقق 50% برافو عليك، تحقق 25% ماشي مشكل، باقي الوقت. الحياه طويله، اعمار بيد الله، مي الحياه طويله، عطي راسك الوقت بشويه بشويه عليك. اي اصلا الحاجه اللي كتجيب الزربه ما كتخليش فيك تغييرات، مي الحاجه اللي كتخدم عليها بشويه بشويه راه كتشوف النتائج ديالها عليك. اوكي، ومن بعد كتبت في الاسئله ديالي اشنو هما الخطوات اللي خصني ندير واللي غادي يساعدوني انني نحقق هاد الاهداف. وهذا الشيء كلشي اللي كتبت في المذكره ديالي من ايمان مستقبليه في 2023.
كوني واقعيه وانت كتكتبي ديك الخطوات وشنو الحوايج اللي ناقصين كشخص، حيت كل واحد كيختلف على الشخص الاخر. دونك كوني واقعيه مع راسك وكتبي الخطوات بطريقه واقعيه. فيك العجز خاصني نقص العجز، فيك هذا يعني كاع ديك العيوب ديالك ذكريهم بطريقه واقعيه بلا ما تكذبي على راسك، حيت هادشي كيكون بينك وبين راسك. يعني حتى واحد ما كيشوفك، حتى واحد ما كيحكم عليك، حتى واحد ما كيقول لك لا لا. دونك كتكوني مع راسك، كوني واقعيه عافاك، وكتبي كاع الخطوات اللي انت خاصك تبدليهم في راسك واللي محتاجاهم انك باش تحققي هاد الاهداف وهادشي كلشي اللي كتبتي. اوكي، مثلا انا كل خطوه حاولت انني نعطيها الوقت ديالها. كيفاش نعطيها الوقت ديالها؟ ماشي كنقول 3 ايام ولا 4 ايام، كنعطيها الوقت مزيان. يعني ما كنكذبش على راسي، كنعطي وقت واقعي. مثلا بغيت انني نبقى نفيق بكري، عطيت الوقت شهر نحاول، ما عطيتش راسي سيمانه. خاصني نحترم راسي، باش فاش كتعطي الوقت طويل ما كتكونش ضاغطه على راسك. وفاش كتبغي انك تحققي داك التغيير عندك الوقت وسبحان الله العظيم ملي كتعطي الوقت بزاف وكتكوني واقعيه مع راسك، كيقدري انك ديري التغيير في واحد الفتره اللي اصلا ماشي انت اللي كتكوني مصدومه لراسك. يعني حطيتي الشهر كتلقاي 10 ايام 15 يوم تعوضتي انك تفيقي مع 8 ونص فهمتيني، ولا 8 على واحد، كل واحد وشنو بغى انه في امتى يفيق. هذا مثال. مثلا بغيتو تبداو يو جي سي، انا فاش بديت يو جي سي عطيتو 6 شهور. علاش؟ حيت بغيت نكون بروفيسيونيل في المجال، بغيت نعطي راسي الوقت، بغيت انني نتعلم كل شيء بطريقه محترفه مزيانه، ما ندخلش المجال بالزربه ما كنعرفش شي حوايج وندخل نطيحها بحال هكا، فهمتوني. وكتبت كل شيء هنايا. الشهر الاول نتعرف على المجال ونجرب نصور فيديوهات. الشهر الثاني يكونوا عندي بزاف الفيديوهات باش نقاد البورتفوليو ديالي والسوشيال ميديا ديالي نخدم عليها. كل شهر حطيت فيه اشنو غادي ندير. وصراحه هاد البلانين عاوني بزاف. علاش؟ حيت ما ضغطتش على راسي وانا دخلت المجال، ولقيت راسي انني استفدت بزاف. حيت ما ضغطتش على راسي وركزت على هدف واحد، لقيت راسي انني بديت بطريقه صحيحه ومزيانه. وحاولوا انكم تبداو تتغيروا وتحكموا بالحوايج الصغيره عاد الكبيره. مثلا الفياق ديال الصباح هذه حاجه صغيره تقدري انك تحكمي فيها، حيت هي اللي غادي تعاونك بديك العاده انك قدرتي تحكمي في واحد الحاجه صغيره، هي اللي تولي تعوضك وتقدري تحكمي في الحوايج الكبار. اوكي، نعطيكم مثال. انا وليت كنتحكم في الصباحات ديالي، هو انني نفيق ونعطي الاسبقيه لراسي، هو الاول عاد الروينه وعاد كلشي، ندير سكين كير ديالي ونفطر وكلشي، عاد ديك الساعه نشوف الخدمه ديالي. دونك فاش انني نجحت انني نتحكم في الصباحات ديالي ونبدا اني نعطي الوقت لراسي وكلشي، حسيت براسي نقدر نتحكم في حاجه كبر من هادشي. دونك بديت في الحاجه الصغيره باش نقدر نعوض راسي نتحكم بالحوايج الكبار. وواحد الحاجه اخرى، ماشي بالضروره انكم تقولوا بدايه الشهر او نهايه الشهر. الوقت الشهوره نساوهم عليا، ايام السبت والحد الاثنين تديروا تعلقوا الاهداف ديالكم بالوقت هنساو. بداو الحاجه، رميو راسكم، عطيو الوقت لراسكم وصافي. اكبر غلط كيديروه الناس والكيديروا البنات والدراري وكلشي هما انهم كيفكروا باش يحققوا الاهداف ولا اي حاجه كيتمناوها خاصهم بزاف ديال الوقت. هذا الشيء راه غلط كبير بزاف. علاش؟ اللي محتاجين صراحه من تجربتي الشخصيه هو انهم يكتبوا الاهداف ديالهم ويركزوا عليها وصافي، وينساو عليا الوقت، ينساو هذا فين وصل ولا هذه فين وصل وانا عمري 27 ولا عمري 30 ولا عمري ما عرفت شنو عمرك. لا، خصكم تنساو فريمون كلشي وغير تركزوا في راسكم، تحكموا في راسكم في الاهداف ديالكم، تركزوا عليها وبداو صافي. غير ما تنساوش انكم تعطيو القيمه لراسكم والقيمه للوقت ديالكم. شحال ما عطيتوا القيمه لراسكم والقيمه للوقت ديالكم كتوصلوا دغيا الاهداف ديالكم وكتركزوا على راسكم اكثر وكتحسوا انكم درتوا حاجه كبيره في حياتكم وتبدلوها للاحسن. نتوما كتفرجوا هاد لا فيديو سولوا راسكم، بغيت نعرف اشنا هما 2 ولا 3 ديال الاهداف اللي جاو في بالكم. حاولوا انكم تكتبوهم في المذكره ديالكم وجاوبوا راسكم من المستقبل وشوفوا شحال غادي تصدموا الاجوبه ديالكم. السؤال الخامس اللي كتبت هو كيتعلق بالعادات. السؤال اللي سولت راسي هو: ايمان، اشنا هي العادات الخايبه اللي خاصك تحيديها من راسك والعادات الزوينه اللي خاصك تزيديهم في شخصيتك باش تحققي هاد الاهداف؟ من العادات الخايبه اللي كتبت هي انني كنفشل دغيا، معكازه،
قلت نحيد هاد الكلمه من راسي وهير نبدا، واي حاجه نديرها وما نفكرش في النتائج ديالها. العاده الثانيه الخايبه فيا كندوز بزاف الوقت في التليفون، واللي هي مشكله اللي كتعرضوا لها البنات بزاف. مثلا كندخل كنقول نسكرولي 15 دقيقه، كنصدق 30 دقيقه وانا كنسكرولي في هادي وفي هادي وفي هادي. دونك هادي عاده خايبه. حاولت انني نوقف هاد الشيء ونقاد التوقيت ونتحكم في الوقت واني كنسكرولي داك في السوشيال ميديا. العادات الزوينه اللي بغيت نزيدهم فيا هو انني ندير سبور، نتحرك بزاف، ناكل صحي، كاع هاد الامور. ومعادي انك تفشلي في شي بعض الامور، حيت انني من الاهداف اللي فشلت فيهم هو انني نقص الوزن، وماشي مشكله ما اثرتش فيا، حيت كلشي داك الوقت كلشي اللي استغليته في امور باش نطور راسي، ماشي ضيعت العام كله ما درت والو. باش كتحققي واحد الحاجه في عام وما حققتيش حاجه اخرى كتخبيها عليك، فهمتي، كتولي تركزي لديك الحاجه نيكست يير، العام الجاي، فهمتوني. دونك ماشي مشكل انك تحققي هدف واحد ولا جوج ولا ثلاثه، لا، احترمي الذات ديالك والنفسيه ديالك والمجهودات ديالك، وشكري راسك على مجهوداتك، وموفون وفوكس على الهدف اللي جاي واللي مازال ما حققتيه، كيمشي معاك 2024 2025، فهمتوني. كل شهر كما قلت لكم النصيحه ديالي هو انكم تبداو تتحكموا بالعادات الصغيره اللي هما الفياق، الماكله، نخرج نتمشى. هاد العادات اللي كيكونوا المجهودات ديالك كديري شويه المجهودات وكتحققيها، حيت هما باش كيبداو بشويه بشويه كتعودي على راسك انك تقدري تبدلي، كتولي عندك ديك العاده انك تحكمي في راسك وفي الاهداف ديالك والعادات ديالك، فهمتوني. وماشي مشكل انك تفشلي، عاودي وعاودي وعاودي، راه ما يجي العام الجديد اكيد راه غادي تكوني ديجا تعوضتي على شي عادات، وضروري انك تخرجي واخا بجوج ثلاثه العادات راكي نجحتي. مثلا انك بغيتي تكوني يوتيوبر ومشيتي بوستيتي مزيان السيمانه ولا جوج سيمانات، ومن بعد وقفتي السيمانه ما بوستيتي والو، وكتقولي تو انا صافي فشلت ما درت والو. لا، ما وقع والو، ما وقع فريمون والو. هو انك لا خاصك ديري تكملي وصافي، ما تبقاوش تكونوا قاصحين على راسكم. احترموا راسكم ونفسيتكم ومجهودات ديالكم، ما تبقاوش انكم تحكموا على راسكم بالفشل وانتم حاولتوا. راه ديك المحاوله انك قدرتي تبوستي لجوج سيمانات راه ما عندي من سالك. دونك كملوا عافاكم، كملوا في الاهداف ديالكم، ما توقفوش. بغيتي تبدا يو جي سي كتبوستي كل نهار، ما خدمتيش يومين ما بوستيتيش، ماشي مشكل، هي رجعي. اهم حاجه هو انكم ما تستسلموش، رجعي بوستي وصافي. اشنو غادي يوقع؟ ما يوقع والو، غير انك حاولي ما تستسلميش وبداي كملي الاهداف ديالك، خدمي لهم شويه بشويه وصافي. كتفرجوا في الفيديو ديالي حتى لهنايا وشفتوا انه مفيد، ما تنساوش انكم تبارطاجيوه مع صحاباتكم، مع الناس اللي كتشوفوا انهم محتاجين يسمعوا هذه الهضره باش يحاولوا يبدلوا حياتهم وتكون عندهم واحد يبدلوا الطريقه كيفاش كيشوفوا حياتهم وراسهم كشخص، وانهم قادرين يحققوا الاشياء وبزاف تاع الحوايج ويكتشفوا الامكانيات ديالهم. وما تنساوش ديروا سبسكرايب باش تعاونوني وتحفزوني انني نبوست اكثر. انا كي بحالكم، انا في مرحله تطور في راسي، مرحله نحقق الاهداف ديالي وكل شيء. ودابا غادي نشارك معكم الطرق باش تبقاو ديما فيكم موتيفيشن، طاقه، باش انكم موتيفاسيون، باش انكم ما تفشلوش وما توقفوش. وهذه النصائح مني انا كشخص عادي، غادي نحاول اني نعطيكم الامور اللي لقيتها انا اللي عاونتني، وكنتمنى انها تعاونكم حتى نتوما. اوكي، اول نصيحه كنصحها البنات واللي عاونتني بزاف، هاد الطريقه هذه خلاتني انني تكون عندي واحد الموتيفاسيون. ان شاء الله فاش كيسالي الشهر كنلقى راسي حققت شي حوايج كنقول برافو ايمان، فوالا حققتي هادي وهادي وهادي في هاد المده. وكنعرف حتى شحال المده انني خديت باش حققت واحد اهداف سواء الصغرى ولا الكبرى. دونك شنو كندير؟ ناخذ الكالندريي فيها 30 يوم كنكتب فيها العادات اللي خاصني نبدل، ولاني كنعطيها توقيت على حسب انا شحال كنحس براسي غادي ناخذ. مثلا الفياق بكري شحال كنعطي ديال الوقت شهور حيت صعيب انه الشخص يعوض النوم ديالو، الرياضه، نتعلم المجال يو جي سي، يعني كلهم كنكتب الاهداف ديالي. وفاش كيسالي الشهر اكيد كنكون حققت جوج ولا ثلاثه العادات تما في هذا الكالندري، وكنكون فرحانه بزاف حيت على الاقل انني حققت جوج ولا ثلاثه العادات اللي كنت ما عمري تخيلت اني نقدر نديرهم. وتاني حاجه كنتعرف على راسي شحال كناخذ الوقت باش انني نتبدل. اوكي، شحال كناخذ الوقت باش نغير هاد العاده من هاد العاده وتما
كتعرفي حتى شحال النفسيه ديالك كيفاش شحال كتاخذ الوقت كتبدل، وما كتبقاش تقصحي على راسك وتفرسي راسك، حيت كتعرفي راسك كشخص، عارفه شحال كتاخدي، يعني بلا ما كتكذبيش على راسك، كتكوني واقعيه اكثر مع راسك. كاين واحد التطبيق سميتو هابيت تراك، هذا كتكتبي فيه ديريكت في التليفون. الا كنتي معكازه وانك كتكتبي في كالندريي، تقدري انك تكتبي فيه وتجيري كلشي كما بغيتي. واحد الحاجه اللي كنت كنشوفها بزاف هو انني كنكتب اهداف الشهر. ما كنكتبش انني بغيت نطلع على القمر ولا كنكتب داكشي اللي كيشوفوه الناس تافه، ولكن بالنسبه لي انا غادي يكون واحد العامل كبير انني نبدل راسي الافضل، نكون نقدر نتحكم في راسي. حيت فاش كتحكمي في راسك وفي العادات ديالك كتحكمي في كل شيء، تقدري انك تحكمي في كل شيء. دونك كنكتب الاهداف ديالي في واحد الورقه، دوك اللي كتلصقوا، نوريكم هنايا كتلصقوا. كنلصقهم ديما في كل صباح فاش كنفيق كنشوفهم، وفاش كندير شي حاجه مثلا غادي نفطر ندير سبور شي حاجه كنفرح، شوفوا ديك العادات الصغيره كنفرح. وثالث حاجه اللي حفزتني بزاف هو انه الا مشيت مثلا هاد الشهر لقيت راسي حققت بزاف الاهداف وما عندي ما نسل راسي، كنكون فخوره براسي اش كندير. فوالا ايمان، بما انك حققتي هادي وهادي وهادي، يلا نمشي نشريو واحد البيسه، يلا نمشي نشريو شي حاجه، يلا نمشيو السينما، يلا نمشيو هاد النهار ما نخدموش لا والو، ما نديرو والو، نمشيو نديرو الحوايج اللي كنبغي، نمشي نشري ليا شي صاك، شي اوتفيت، المهم كندلع نقد فاري، كندير يعني كنهدي راسي هديه. اوكي، وماشي بالضروره انك تهدي راسك داكشي اللي غالي، ولا يعني على حسب كل واحد وعلى حسب شنو عنده، على حسب طريقه العيشه ديالو. اوكي البنات، داك الطابلو اللي كتلصقي فيها الرؤيه ديالك المستقبل، الحوايج اللي بغيتي تحققيها، تصاور. صراحه هذه ما عرفتش علاش البنات ما كيديروهاش، حيت زوينه بزاف، كتخليك انك تخيلي كاع الاهداف ديالك بالتصاور وكل شيء، صافي كتلصقيهم. وكل مره فاش كتحطيها في البيت ديالك، كتحطيها كتشوفي فيها كتقولي واو I can't wait باش انني نوصل هاد الليفل هذا ونكون فخوره براسي، نولي هاد البنت اللي كنحلم بها. اوكي هي انا. دونك فريمون هادي كنشوفها انها زوينه، وكنتمنى ان البنات يبقاو يديروها. هادي عاونتني بزاف وجربوها وراه تشكروني عليها. خامس حاجه كيفاش كنتعامل بالنهار ديالي. النهار ديالي كندير فيه الحوايج اللي بغيت انا نحققهم. مثلا نفيق بكري، ندير سبور، ناكل، نعتني بالصحه النفسيه ديالي. كنستهلك الوقت ديالي في الحوايج اللي كيعاونوني انني نبدل راسي، ما كنستغلش وقتي في والو، فهمتوا؟ دونك فريمون حاولوا انكم تستغلوا وقتكم في الحوايج اللي كيعاونوكم انكم تحققوا هذه الاهداف. وهاد الحوايجات راه هما حياتكم، راه حيت الاهداف اللي كتكتبوا الصغار والكبار هي شخصيه، ماليه، نفسيه، فهمتوني؟ دونك حاولوا انكم تستغلوا وقتكم في هذه الامور، حيت في الاخر ديال النهار ملي كتشوفوا انكم النهار كله استهلكتوه غير في الامور اللي كتحسن من النفسيه ديالكم، من كاع الجوانب ديال الصحيه وكل شيء ديالكم، كتجيكم واحد الموتيفاسيون اقسم بالله الى طب. حيت كتقول واو نهاري انا عيان، ولاني نهاري كله دوزتو في حوايج زوينين، داكشي اللي كنبغي، محترمه راسي، محترمه الاهداف ديالي، عارفه شنو كندير، ماشي غير ضايعه في الوقت، كنضيع في الوقت هكاك وصافي. وواحد الحاجه اللي شفت انه طوب واللي خلاتني انه شي كنفيق مثلا فقت مع 8 الصباح، ولاني ما كنحسش امنات اوكي، كنحس براسي بحال فاش كتشدكم داك الفتره ديال الكآبه، هو انكم اوفر ثينكين بزاف، كتكوني فاشله وما فيك اللي يدير والو. اشنو كندير؟ كنلبس حويجاتي، كنخرج، كنتمشى، كنتنفس، كنتمشى وكنسمع الموسيقى ديالي، كل واحد شنو كيبغي يدير صافي. فاش كنتمشى هكا كنرجع للدار، كترجع فيا الطاقه. ابخي كنمشي نقرا داكشي الاهداف ديالي، مثلا ما فيا لي ندير شي سبور، ما فيا لي ندير والو، كنمشي نركز على الاهداف اللي كيكون فيهم المطالعه. مثلا كنت بغيت نكون صانعه محتوى يو جي سي، كنشوف البنات اللي هما ناجحين اصلا في المجال، كنشوف شنو كيديروا، كيفاش كيصوروا، يعني كنحاول انني نستغل وقتي في واحد الحاجه اللي كتساعدني في الاهداف ديالي. وكاينين فيديوهات في يوتيوب اللي كيهضروا على يو جي سي، كنتفرجهم. الفيديوهات اللي كيهضروا على الثقه في النفس،
نفس كنتفرجهم وهما عارفه انهم هاك يساعدوني، حيت كاينين داك الكذوب كيف تغير نفسك في 12 يوم، داكشي كذوب. مي كنمشي عزلان نشوف كيفاش فيديوهات نتصالح مع الذات ديالي، فيديوهات كيفاش نتحكم في الوقت ديالي. يعني بزاف فيديوهات في يوتيوب اللي فريمون انك كتفرجيهم كيعطوك واحد الموتيفاسيون، كيعطوك واحد الطاقه توب. بغيتوني ننصحكم بالفيديو ديال الفيديوهات اللي خاصكم تفرجوا فيهم، حطوا لي كومونتير لتحت. وبالنسبه للسوشيال ميديا عافاكم، استغلوها باش انكم تطوروا راسكم، ماشي انكم تضيعوا وقتكم. مثلا المجال ديالك هو يو جي سي، تمشي ديري فولو هيل يو جي سي البراند، شي حاجه تطوروا راسكم فيها. خلي الاكونت ديالك مركز على يو جي سي، مركز على الخدمه ديالك، على الاشياء تطور ذاتك، تشوفي الناس اللي ناجحين في المجال، اللي اكثر منك واللي توصلي النيفو ديالهم، اللي تكوني من الناجحين بحال هكا. يعني تحكموا في السوشيال ميديا ديالكم وفي التوقيت ديالها فاش تمشي كتصفحي في السوشيال ميديا، تصفحي في المجال ديالك باش حتى داك الوقت اللي كتضيعيه في حويجات كتستافدي. انا فاش يلا بديت كنت واحد البنت كتعجبني بزاف كصانعه محتوى يو جي سي، ودرتها هي القدوه ديالي ماشي انني بغيت نكون هي، لا حيت كيعجبني كيفاش كتخدم، كيفاش كتهضر، كيفاش كتصور. كنشوف لاباج ديالها كنستافد، كنشوف يوتيوب ديالها كنستافد. يعني كل وحده تختار وحده اللي عاجبها انها تكون بحالها، ناجحه في المجال بحالها، وتحاول انها تستافد منها. حتى اللي كتحاط من الهضره كي كتهضر تستافد من هذوك الاخطاء. راه بزاف البنات الامريكيات ما شاء الله عليهم كيبقاو يعطيوك الخفايا وبزاف د الحوايج كيهضروا عليهم كيبانوا لكم نتوما تافهين، مهمين بزاف في المجال. وهاد الحاجه اللي نهضر عليها دابا واللي هي صعيبه بزاف واللي عانيت فيها بزاف واللي كنشوف انا تجيكم صعيبه، وكنتمنى انكم تدوزوها وتقدروا انكم ديروها، هي ما تخليوش المزاج ديالكم يتحكم في نهاركم، ما تخليوش المزاج ديالكم يتحكم في الاهداف ديالكم. مثلا كتقولوا اليوم بغيت نرتاح صافي حتى الغدا وندير الاهداف ديالي، لا، تقدري ترتاحي ولاني ما تبدليش العادات ديالك. ارتاحي، خدي روبو، ولاني فيقي في الصباح، اعتني بالنفسيه ديالك، رسمي، حاولي انك ترتاحي، مي كتستهلكي الوقت ديالك في العادات اللي غتستافدي منها. واخا انك مرتاحه مثلا بترتاحي من الخدمه، عوضيها بالعادات اللي زوينه باش ديريهم، ماشي تشدي المانطا والتليفون وتغطي راسك وتبقاي تسمعي دوك الاصوات اللي في راسك، اللي في داخل راسك وصافي وتجلسي. هذه حاجه اللي كنشوف انها صعيب الشخص انه يتحكم في راسو وفي ديك الاصوات اللي كتكون في داخل دماغه، ويحاول انه يتحرك ويدير دوك العادات. وانا شخصيا فشلت مره الاولى، مره الثانيه، مره الثالثه، مي ابخي فرصت على راسي والحمد لله. هو انني فاش كنحس براسي مكتئبه، تعربت مكتئبه، ما فيا لي درت شي حاجه، كنفيق، كنغسل وجهي، كندير سكين كير ديالي، كناكل، كنحاول انني نستهلك وقتي في الحوايج اللي كتفرحني، كنوض نرسم، كنوض نتمشى، كندير حويجات اللي من العادات اللي كتباهم اهدافي الصغيره، باش فاش كيسالي وقتي وكتجوز ديك الحاله كنقول واو، واخا كنت كنعاني من هذه الفتره اللي صعيبه، ما شاء الله درت داك الامور اللي مزيانه، وحاولت انه نهاري يدوز بالحوايج اللي بغيتهم انهم يدوزوا ومن العادات اللي كنت انا كاتباهم الاهداف ديالي. دونك انا في مرحله اني نقدر نبقى نتحكم في نهاري وما نخليش المزاج ديالي يتحكم في العادات ديالي ويخرب ليا الاهداف ديالي وداكشي اللي مركز عليه وداكشي اللي كاتباه. اوكي، وخاصكم تعرفوا انه الحوايج اللي كتخدموا عليهم هما اللي كيدوموا، اما الكآبه وكلشي هادشي فتره وكتعدي. الخدمه عندك خليها الاسبوع الجاي، مي حاولي انك تبدلي راسك، تحسني من راسك، تكوني شخص افضل. ماشي الخدمه هي كلشي، حيت انت كشخص كتحكمي في كلشي. دونك تحكمي في نفسيتك، حاولي انك تحسني في نفسيتك باش تقدري انك الخدمه اللي خليتيها الاسبوع الجاي تعطيها تجي ليها بواحد الطاقه وتكون طوب. فهمتيني؟ اخر حاجه، عافاكم ما تكونوش قاصحين على ريوسكم، عافاكم ما تقصحوش على ريوسكم، عاملوا راسكم بطريقه زوينه. ما تبقاوش تقولوا انا تفو ما نقدر ندير هادي، ما عنديش الزهار، انا مكلخه، شوف هادي فين وصلت وانا ما وصلتش. ما سوقكش في حد، اهم واحد هو انت عند راسك، اهم واحد عند راسك هو انت. كيفاش كتشوفي راسك انت،
ما عمرك تقارني راسك مع شي حد، ما عمرك تقارني الامكانيات ديالك مع شي حد. انت ما عارفاش حتى واحد شنو داز عليه باش وصل داك النيفو. جالسه كتقارني راسك مع وحده اللي عندها ليكسبيريونس 3 سنين 4 سنين وهي كتخدم على راسها. دونك البنات ما تنطيحوش في داك الفخ ديال المقارنه وتكوني قاصحه على راسك. لا، خاصني في 3 شهور انا نولي بحال هكا. لا، خدي وقتك، ما تضغطيش على راسك بشويه، حيت راه كلشي بوقته. كما كيقولوا انه كلشي كيجي من عند الله بوقته. راه بصح فاش كتكوني مستعده راه كلشي كيجيك في وقته. كما قلت لكم المثال قبل، مثلا بديتي يو جي سي، بديتي كتنشري فيديوهات سيمانه واحد السيمانه قطعتي، ماشي مشكل، ماشي مشكل، ما طرا والو، غير ما توقفيش وما تستسلميش وكملي. عاوتاني نشري فيديوهات ديالك وعاودي نشري غير ما توقفيش وما تستسلميش. علاش؟ حيت الهدف ديالك باقي عنده الوقت بزاف. عندك الوقت، غير هو انك عطيه قيمه وخدمي عليه بشويه بشويه. ماشي مشكل تاخدي الوقت، ماشي مشكل انك توقفي وتعاودي تخدمي فيه. الاهم هو انك كتخدمي عليه بشويه بشويه. ولا البنات، هاد النصائح اللي عطيتكم من شخص عادي بحالي بحالكم، كتمنى انهم يعاونوكم، كتمنى انهم والله العظيم واني ندير هذا الفيديو باش اني نعاون البنات يطوروا من راسهم، يسهلوا الحياه عليهم. حيت كما انا مريت في بزاف ديال التجارب، حتى انا اللي وحالت، حتى انا اللي حسيت بزاف الحوايج، حتى انا كنت ضايعه ما عارفاش كيفاش نتحكم في راسي، كيفاش نبغي راسي، كيفاش كاع الامور. حاولت انني نوصل لكم كل شيء بطريقه بسيطه، بطريقه بدارجه واضحه. كل شيء وهذاك. عافاكم تقدروا تبداو اليوم غدا فوقاش ما بغيتوا، ماشي مشكل. اللي مهم هو انكم تعطوا الفرصه لراسكم باش تبداو. وبالنسبه للبنات اللي بغاو يبداو المجال يو جي سي، تقدروا تحطوا لي ميساج لتحت في لي كومونتير، ولا يصيفطوا لي ميساج في الجيميل ديالي ونسجلكم في الدوره الشامله ديال يو جي سي اللي الثمن ديالها 600 درهم. وفوالا، وديما التسجيل مفتوح في اي فتره. فوقاش ما كنتو مستعدين، مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم. ولا البنات، هذا هو الفيديو ديالنا. ما تنساوش انكم ديروا سبسكرايب باش انكم تدعموني، نحط لكم لي فيديوهات ديما بحال هكا. واش عجبكم الفيديو ندير لكم فيديوهات بحال هكا ولا لا؟ شنو هما الحوايج اللي تبغوني نهضر عليها؟ اي سؤال عندكم في المجال يو جي سي مرحبا. وما تنساوش ديروا فولو في انستغرام ديالي، انا ديما تما، تقدروا تهضروا معايا، تقدروا تصيفطوا لي ميساجات. اللي بغيت تعرف على المجال اكثر، عندي دارين مجال في صفحه انستغرام، خذوا تعرفوا على المجال. وهادشي اللي كان وكنبغيكم، وما غاديش نبقى نغبر عليكم، نبقى ديما نحط لكم فيديوهات.